حفظ مشروع. يمكنك حفظ مشروع بعد الانتهاء من وضع جميع العناصر به، وذلك كما يلي. على سبيل المثال لدينا مشروع به نافذة واحدة، نقوم بإضافة بعض الأدوات، مثلا هذه الأداة ننقر عليها ثم نقوم برسمها هنا على سبيل المثال. يمكن وضع ليبل على سبيل المثال هنا إن أردت ذلك. يمكن وضع على سبيل المثال list box. يمكن وضع أي عناصر تريدها هنا. بعد الانتهاء يمكن الحفظ، وذلك بالنقر على هذا الزر لعملية حفظ النموذج الحالي، أو Save All لحفظ جميع العناصر للحل الحالي أو المشروع الحالي. من قائمة فايل كذلك يمكن اختيار الأمر Save Form لحفظ النموذج الحالي، أو Save All لحفظ جميع العناصر. الآن يمكن تحديد اسم المشروع أو اسم السوليوشن. يمكن تحديد اسم المشروع على سبيل المثال Test 2، ويمكن تحديد مكان التخزين. لاحظ هنا بالنقر على زر براوس وتحديد المكان الذي تريده. سوف نقوم بتخزين جميع مشاريعنا ضمن مجلد قمنا بإنشائه للمشاريع اسمه My Projects. انقر على موافق. الآن انقر على Save. سوف يتم تخزين هذا السوليوشن أو المشروع بالاسم Test 2. لاحظ هنا أصبح اسم السوليوشن Test 2 كما هو واضح هنا. يتم تخزينه ضمن مجلد. لاحظ دائما يتم تخزين جميع عناصر المشروع أو السوليوشن ضمن مجلد اسمه بنفس اسم المشروع أو السوليوشن الموجود هنا. سوف يتم إنشاء مجلد ضمن المكان الذي قمت بتحديده بالاسم Test 2، ويتم تخزين جميع العناصر من صور ونماذج ومشاريع فرعية ضمن هذا المجلد.